سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. والفيديو هذا لقيكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم البنات جبت لكم استراتيجيه جديده وطريقه جديده. على بالي باللي نهارات هذوما لقروب شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ومفقودين. على بالي باللي الامهات الجزائريات الفحلات راهم كامل مع الميناج بعد ما جوزوا ولدنا الاختبارات، والحمد لله يا ربي. ان شاء الله يا ربي يوفقهم وننجحهم، وان شاء الله الشيء اللي كان في بالهم والمعدل اللي كانوا متمنينه ان شاء الله يلحقوا له. لذلك يا البنات جبت لكم هذه الوصفه رايحه تساعدكم، يعني تنقص عليكم التعب تاع الماعن. كيما حنايا تعرفوا الجزائريين كامل كي يبدا يقرب رمضان نبداو نجبدوا الماعن نلقوهم كامل، نديروا ميناج كبير للدار هكذايا باش لو رمضان المبارك في نقاء ونظافه. هكذا تعلمنا على مالينا وكبرنا بهذه الطريقه، وعلى هذه جبت لكم هذه الوصفه يا خياتي، رايحه ترجع لكم الماعن تاعكم يولولو بلا حكان بلا والو، ورايحه تخرج لكم كميه كبيره لاباس بها. وكما راكم تشوفوا بهذا الطرف الصغير تاع الصابون السائل هذا اللي راني نوريه لكم، رايح يخرج لي حوالي 5 ريتلات و 6 ريتلات تاع الايزي السائل. انا خدمت 5 الحوايج وخدمت ريتله نغسل بها الماعن كما قلت لكم نهيهم رمضان. ورايح نشارك فيديو اليوم، رايح نشارك معكم غير طريقه اللي نخدم بها الصابون، والمره الجايه اكيد رايح نشارك معكم كيفاش رايح نغسل الماعن. نبداو الفيديو على بركه الله. هنايا البنات كما راكم تشوفوا نحكم غابور هكذا يكون قديم، ولا انايا هذه السائل عندي يعني بزاف وانا نخدم فيه، ما كانش برك الوقت باش نشارككم. بصح الحق الوقت اللي كنت نستنى فيه باه نشارككم هكذا باش نحي عليكم التعب. نحكم معها كما قلت لكم رابور قديمه ما تحقوهاش، انا نخليها غير للصابون. وكي هكذا كي يكونوا عندي حوايج هكا قدام في الدار ولا ما نرميهمش، باسكو على بالي بلي راح نسحقهم. فادو لي زاستوس اللي نخدمهم الصابون اللي ندير بهم بزاف وصفات تاع التجميل ولا تاع الدار ولا لي برودوي كامل. المهم كيما راكم تشوفوا نحكم الصابون هكا تاع الطرف تاع القالب، ولا كل واحد كيفاش يقولوا، كاين اللي يقولوا تاع القالب، كاين اللي يقولوا تاع الحجره، كاين اللي يقولوا صابون عرب. نحكمو كيما راكم تشوفوا هكا، نرابيه يجيني بهذا الشكل. ومن بعد هنايا نجيب ان بواط هكذا نفرغ فيها الصابون تاعي، وكنت ديجا غليت حوالي ريتله تاع الماء، غليها غليان يعني درجه عاليه بزاف تاع الغليان هكا، ونفرخها على الصابون هذاك هكذا بهذه الطريقه. يعني الصوره راهي واضحه باينه هكذا. ونغطي عليه نغطيها بعد ما نخلطو اكيد كما راكم تشوفون نخلطو كامل هكذا حتى يذوب لنا هذاك الصابون. ومن بعد نغطيها ونخليها حوالي ساعه ولا ساعه ونص تلقاو هذاك الصابون جمد. هنايا البنات بعد ما جازت ساعه ونص هاوليك شوفوا الصابون تاعي كيفاش تجمد لي. هاوليك نفرغه امامكم ما حبش يهبط صافي جمد. هنا نحكم حوالي 2 ريتلات تاع الماء هكذا، ونعاود نزيد نفرغهم ونزيد نعاود نخلطهم مليح بالمغرف. وهنايا البنات راحت لي الصوره نحكم الميكسور البغا ميكسور ونخلط مليح هذاك الصابون كيما راكم تشوفوا. هاوليك راني نوريه لكم هكذا يبقى ما يذوبلكش بصحيتك باش تسهل عليك العمليه. ديروا في البغا خير. يا البنات هاوليك بعد ما وسيتو بالبغا قسمتو على 2 كيما قلت لكم. راح ندير 2 انواع تاع الصابون، واحد نغسل به الحوايج وواحد نغسل به الماعن. هنايا اللي نغسل به الحوايج
رايحه نضيف له هنايا كان عندي صابون سائل تاع الحوايج، فيه ريحه مليحه، فيه واحد العطر تاع النوار، يعني والله كي تعودي تنشريهم يشموهم منين. وتبقى ميم سي الريحه هذيك تبقى يعني في الحوايج، ميم تلبسيهم عده مرات تبقى صح تقولي بارفان. هكذا ونخلط، سهلة يعني الطريقة نخلط. وبالنسبة اللي نغسل به الماعن رايحة نزيد له مغرف كبيرة تاع بصوديوم، رايحة تعطي واحد اللمعان للأواني تاعك، والله ما شاء الله يعني عن تجربة. ديري هذه الطريقة وما رايش حتى الندمي. هنا بعد ما كملتهم البنات رايحه نفرغ الصابون السائل اللي تحصلت عليه، رايحه نديروه في بليون تاع 5 كما قلت لكم. جاتني بليونه تاع 5 ووحده تاع ريتله، وانتو ديروهم في الشيء اللي متواجد عندكم. هاي ليك، هذه هي النتيجة البنات، يعني سهلة والطريقة ثان سهلة وما تديش كامل الوقت، وتقطع لكم كيما شفتوا قالب صابون صغير. شوفوا شحال خرجت ليا، ما دراكا ما يكون واحد يعني كامل كبير راح يخرج لكم حتى 10 ريتلات. وهذا هي الاقتصاد، احنا ينسى كامل نحبوا نقتصدوا. نتمنى اعجبكم الفيديو، ونتمنى ثاني تجربوه وتبارطاجوه مع اصحابكم وحبابكم وخياتكم، هكذا هما ثاني يستفادوا في هذا رمضان وما يعيوش في الحكم تاع الماعن. وما تنسونيش في الاخير بعد ما تتفرجوا الفيديو القناه والضغط على الجرس هكذا، وخلوا لي كومونتير شباب الا جربتوه، والا ما جربتوش ثاني خلوا لي كومونتير هكذا باش تحفزني ونجيب لكم وصفات جداد. انتظروني كما قلت لكم مع فيديو جديد في كيفاش راح نغسل الاواني تاعي بهذا السائل اللي شاركته معكم، وتشوفوا كيفاش النتيجه تاعهم. نخليكم في امان الله وحفظه مع وصفه جديده.